لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اتكلم النهاردة عن موضوع هو يعني مرتبط بالصيانة بتاعت السيارات. في حاجة في الكتالوج بتاع العربيات، سواء العربيات الياباني او الكوري اللي بنستعملها اللي هي الدرجة الكتيرة، او العربيات الاوروبي والالماني، بيبقى في حاجة اسمها ظروف التشغيل القاسية. ظروف التشغيل القاسية اللي هي زي عندنا كده مشابهة اللي عندنا ودول الخليج. مثلا اللي هو الاراضي او الاراضي الغير ممهده، الاسفلت الغير ممهد، والوقوف المتكرر، الجو الحر، الرطوبه العاليه، الشمس الجامده، اللي هو الاتربه اللي موجوده في الجو. كل الكلام ده دي اسمها ظروف تشغيل قاسيه على العربيه. فدي بتحتم او بترتب عليها ان بدل قطع الغيار الاستهلاكيه، بدل ما مثلا لو قطعه غيار مثلا بتتغير على 40,000 كيلو، لا بتغيرها بدري، بتغيرها 30 او 20، والافضل نص المده على طول. بيقول لك ده تغير قطعه الغيار على نص المده. ده ليه؟ عشان خاطر تحافظ على موتور عربيتك، عشان تحافظ على استهلاك العربيه يفضل مظبوط، عشان تحافظ على عمر العربيه الافتراضي، لان احنا العربيه عندنا استثمار طويل الاجل. يعني العربيات عندنا مش بتقعد سنه ولا اتنين كده وبعد كده بتمشيها، لا العربيات بتقعد عندنا بالخمس سنين والعشر سنين، اقل حاجه 5 سنين. فده استثمار طويل الاجل، فانت عايز تحافظ عليه بقدر الامكان وتحافظ على عمر الموتور قبل ما تعمل له عمره لاطول فتره ممكنه. كل الحاجات اللي انا بقولها دي بتحافظ فعلا على عمر الموتور لاطول فتره ممكنه، وبتحافظ على اداؤه، يبقى اداؤه على طول على الشعره حتى وهو عامل كيلومتر عالي. فده يعني فتيجي تقول بقى للناس كده، تبص تلاقي ناس بتعترض، وتبص تلاقي ناس بتطلع تقول لك لا كلامك غلط، لا ما ينفعش، لا نسيب دي، لا مش عارف ايه. تيجي تقول له مثلا غير فلتر البنزين على 40,000 كيلو في العربيات الياباني، يقول لك ليه؟ ده بدري قوي، ده يقعد، ده مش، ما هو يقعد عادي ومش هيقول لك لا، بس هيرفع استهلاك البنزين معاه، هيخلي العربيه يبقى ادائها مش كويس، هيخليها بعد كده تتاخر في الدواره، هيخلي العربيه، ما هو البنزين مش نظيف وبيتراكم جواه حاجات، وانت ممكن اكيد بيحصل معاك مواقف انك بتسيب العربيه تنور ساعات. كل الكلام ده بيعمل رواسب جوه الفلتر بتاع البنزين، وبيخلي العربيه بعد كده يبقى ادائها مش حلو، سحبها مش حلو، استهلاكها في البنزين عالي، ممكن تتاخر في الدواره، يحصل معاك مشاكل. وبعد كده الناس دي نفسها بتيجي تشتكي من المشاكل اللي بتحصل دي. طب خلاص، طب ما انا اغيرها بدري واريح دماغي. وقطع الغيار دي بتبقى عمرها الافتراضي طويل شوية في العربيات الياباني والعربيات الألماني، يمكن أقل شوية في العمر في العربيات الكوري والصيني. ولكن طبعا تغييرها بدري بيريحك بعد كده وبيحافظ لك على عمر العربية لأطول فترة. البوجيهات مثلا يعني البوجيه الاوريجينال في العربيات الكوري انا بفضل ان اغيره على 20,000 كيلو. وبتستغل الأصلي، ليه بدايل في العربيات الكوري والصيني أرخص شوية من الأصلي، وفي نفس الوقت بتدي أداء يمكن أحسن من الأصلي. وانا ليه اسيب البوجيه لحد ما البوجيه يقطع والعربيه تتلت والبوجيه يفضل يكربن واستهلاك البنزين يعلى؟ واما تيجي تكلموا على البوجيهات بقى اللي هي البلاتينيوم والإيريديوم والكلام ده، تبص تلاقي العلب او الشركه لازم توصف في منتجها، الشركه المنتجه دي لازم تقول لك ان ده احسن حاجه واطول مده واحسن اداء ومش عارف ايه. انما ده على ارض الواقع مش صح. يعني البوجيه اللي هو البلاتينيوم اللي هو اللي بيبقى نازل في العلب الاوريجينال بتاعت الكيا والهونداي، ده اخره هو بيقول لك عادل 80,000 كيلو، ومستحيل بعد 40,000 كيلو استهلاك البنزين بيضرب في السماء في العربيه، سواء في الهونداي ولا الالنترا ولا الكلام ده. بلاش البوجات الدنسو اللي بتتركب في العربيات الياباني. انا جبت منها حتى للعربيات اللي هي العربيه النيسان الصاني والعربيه الكوري السيراتو، بوجيه اخره 20,000 كيلو، وبعد كده البوجيه بيخلي استهلاك العربيه يضرب في السماء. البوجيهات بقى الإيريديوم بتقعد مده طويله، بس مش 100,000 كيلو زي ما مكتوب، اخره 50-60,000 كيلو، 60,000 كيلو بالكتير قوي، وبعد كده هتضطر برضو تغيره لانه بيأذي العربيه فعلا. مثلا ناس يعني في قطع غيار من الاستهلاكيه دي ممكن تجيبها مش اوريجينال، زي فلتر الهواء، فلتر التكييف، الحاجات دي عادي مش مشكله، الحاجات دي بتتغير على طول وبتتنضف وعادي وبتتشال وعادي في اي وقت، وفكها سهل وتركيبها سهل وما فيهاش مشكله، ما بتاثرش على حاجه. انما مثلا فلتر بنزين لازم يبقى اوريجينال،
لازم يبقى اوريجينال، لانك هتجيب فلتر المضروب هيأثر على استهلاك العربيه في البنزين، ممكن يأخر لك الدواره، ممكن يأذي لك ترمبه البنزين، يعمل اسباب كتيره. فليه اروح اعمل كده رغم ان الفرق يعني ان انا ممكن اجيبه اوريجينال واحطه مده طويله وانساه. السيور مثلا زي سير المجموعه في العربيات الكوري او في العربيات الياباني برضو نفس الكلام. بالنسبه للعربيات اللي بقى فيها السير جنزير ده ما بيتغيرش، انما او بيتغير على مدة طويله بقى قوي حين وحيك ربنا، انما السير المجموعه بيتغير على 60,000 كيلو، برضو اجيبه اوريجينال. ممكن في العربيه الياباني ممكن يقعد اكتر شويه، ممكن يقعد ل 80,000 كيلو مفيش مشكله، ممكن. وفي العربيات الكوري على فكره برضو بيقعد فترات اطول، بس اما بيبقى اوريجينال اصلي. اصلي اهم حاجه يبقى الاصلي. في بقى حاجات تانية بتبقى ممكن زي ما قلنا الفلاتر دي يعني سهله ما فيهاش مشكله. يعني يا جماعة لو حبينا نجمل الموضوع كده في شوية نقط تعملها أو خطوات تعملها، أو صيانة شاملة دورية تعملها، سواء انت بقى عربيتك الخاصة اللي معاك على طول، أو لو انت شاري عربية مستعملة. وده دلوقتي منتشر كتير، بقت الناس بتشتري عربيات مستعملة كتير، عشان خاطر طبعا العربيات الزيرو دلوقتي تمنها غالي وتكلفتها عالية جدا. فكله بقى بيتجه للعربيات المستعملة بقى، سواء موديل قديم أو حديث أو أيا كان انت بقى ونصيبك أو انت ورزقك يعني. وطبعا على حسب الموديل والحالة. وممكن بقى لو عربية كسر زيرو بتحتاج صيانات بسيطة، ان انت تشيك على البوجيهات والفلاتر وتغير زيت وفلتر مثلا عشان برضو تبقى مطمن على العربية. لكن لو عربية بقالها مدة شغالة أو عاملة كيلومتر، يعني من المتوسط للعالي 70,000 كيلو 80,000 كيلو 100,000 كيلو. وبالنسبة للعربيات الياباني الهوندا والتويوتا وكده بتبقى الكيلومتر بتاعهم عالي قوي، فبيحتاجوا صيانة أكتر، لأن بتبقى العربية ماشية بقالها مدة طويلة، خاصة لو موديلها قديم شوية. فبتحتاج بقى ان انت تعمل زي تشيك اب كامل على العربية اول ما تجيبها. بتروح تغير بقى لو هنجملهم في شوية نقط كده، بتغير بتشيك على سير المجموعة، لو محتاج يتغير بتغيره. ولو العربية سير الموتور أو سير الكتينة جنزير ما بيحتاجش يتغير. أو لو هي بقى العربية عاملة مثلا 300,000 كيلو ولا حاجة 250,000 كيلو، بتحتاج إن أنت تبص عليه بصة يعني. لو ما فيهوش مشكلة خلاص. لو في مشكلة بيتغير برضو. ولكن ده يعني بيبقى عمره الافتراضي طويل، ممكن لحد 250 300 ألف كيلو ما يكونش جراله حاجة يعني. لكن لو سير الكتينة طبعا رابر بيحتاج يتغير يعني، وافضل ان انت تغيره وتجيب واحد اصلي. وخاصة لو الصنايعي كشف عليه ولقى في تشققات او كده. وانا بنصح دايما ان انت لو جايب عربية مستعملة وعاملة عداد يعني فوق 100,000 كيلو، على طول غيره يعني، ما تفكرش غيره على طول، خاصة لو هي السير بتاعها رابر يعني. غير كده طبعا بوجيهات، ويفضل انك تجيب البوجيهات الاصلية، او سواء بقى عربيتك لو بتاخد بقى بلاتينيوم اريديوم برضو هتجيبه، ويفضل الماركة اللي هي المتوافقة مع عربيتك وبالرقم، ده احسن حاجة عشان تاخد الاداء المظبوط من الموتور. واتكلمنا عليه في موضوع قبل كده اللي هو بتاع شمعات الاحتراق او البوجيهات. غير كده بتغير طبعا فلتر الهواء، وده لو محتاج تغيير، لو متوسخ يعني او مليان تراب بتغيره، وده سهل انك تكشف عليه انت حتى بايدك. فلتر التكييف طبعا برضو لو متوسخ بتغيره. ودول مش لازم اصليين زي ما قلنا، لان دول بيتغيروا بصفة دورية وعلى طول. وطبعا بتغير زيت الفتيس. وانا بنصح دايما انك على طول طالما جايب عربية، وخاصة لو عددها فوق 100,000 كيلو، غير زيت الفتيس. انت ما تضمنش اللي قبلك كان مغيره ولا لأ. وهات الزيت الاصلي بتاع الفتيس اللي بينصح بيه الكتالوج بتاع عربيتك، بالمواصفة المظبوطة. ويفضل انه يكون من نفس الشركة، لو كاوي هيونداي يبقى من بتاع كاوي هيونداي، لو هوندا يبقى بتاع هوندا، لو تويوتا يبقى بتاع تويوتا، نيسان يبقى بتاع نيسان. خاصة في زيت الفتيس عشان تحافظ على الفتيس بتاعك وعلى عمره الافتراضي. غير كده طبعا زيت الموتور تغيره، وتغير الفلتر الاصلي. ولازم زيت الموتور ده ما تجيبش فلاتر من اللي هي التجارية العادية دي، او اللي هي الكوبي والكلام ده بلاش. هات الفلتر الزيت الاصلي بتاعها. في حاجات كده لازم تكون اصلية، البوجيهات وفلتر البنزين، فلتر زيت الموتور، فلتر زيت الفتيس. لو عندك فلتر زيت فتيس بيتغير يعني.
وطبعا برضو بنصح بتغيير فلتر البنزين، سواء كان خارجي اللي هو بيبقى خارج التانك او داخلي جوه التانك. غيره على طول، انت ما تضمنش برضو اللي قبلك كان عامل ايه، وهاته الاصلي برضو حتى لو كان مكلف شوية، بس هيعيش معاك عمر افتراضي اطول، وكمان هيديك اداء مظبوط، وهيحافظ على ترمبة البنزين بتاعتك. وبالمرة معاه ممكن تغير قلب الترومبة كمان، عشان ما تحتاجش ان انت تفك الترومبة، خاصة لو الفلتر البنزين داخلي اللي هو جوه التانك. غيره مع قلب الترومبة كمان، عشان ما تجيش بعد كده مثلا قلب الترومبة يبوظ والعربية تقطع منك وكده كده، تبقى عملت الصيانة الدورية الكاملة اللي هي تأمن لك ان انت تركب عربية ادائها متوازن وكويسة، وتاخد منها الأداء المظبوط الفعلي بتاعها، وتستمتع بسواقتها، وكمان تعيش معاك مدة كويسة وتحافظ عليها، لأن طبعا العربيات دلوقتي بقت مكلفة، فاحنا بنحاول نحافظ على العربيات اللي في ايدينا لأطول فترة ممكنة. وطبعا ده عن طريق انك تحافظ على الموتور والفتيس واجزاء العفشة والكلام ده لأطول فترة ممكنة. كمان عشان ما ننساش اجزاء العفشة بقى، لو انت سامع صوت فيها اي حاجة شيك على العفشة، ويفضل انك توديها العفشاجي على طول اول ما تجيبها، يشيك لك على العفشة بالكامل كلها، لو فيها بقى تياش ميزان عايز تتغير، لو فيها مساعدين عايز تتغير، سواء بقى تجيبهم استيراد او جديد، اي على حسب نوع عربيتك وموديلها وكده. وما تسيبش حاجة لبعد كده عشان ما تفتحلكش في حاجة تانية، غيرهم حاجة في حاجة كده. اللي هو اللي بايظ اكتر غيره قبل اللي هو اللي ممكن يستنى شوية. وكله طبعا على حسب ميزانية كل واحد والدنيا ماشية معاه ازاي، ولكن ده يفضل، ده الشكل العام او الصيانة الدورية اللي تعملها لعربيتك اللي معاك اللي انت بتقتنيها، او اللي معاك اللي انت بتستعملها استعمالك اليومي. او لو انت لسه شاري عربية، يعني لسه شاريها جديد بالنسبة لك، ولكن هي عربية مستعملة، فهي بقالها مدة بتستعمل من حد تاني غيرك، فما تضمنش اللي قبلك كان عامل ايه، او كان ملتزم بالصيانات ولا لا. وطبعا لو انت جايب عربية صيانتها مكتوبة او ليها ورق في التوكيل او كده، ده بيكون احسن طبعا. تابع الورق ده وشوف ايه اخر حاجة متغيرة وغير اللي بعدها، سواء بقى انت راجل بتودي التوكيل او بتصلح انت عند صناعية، ايا كان بقى كل واحد على حسب هو بيمشي دنيته ازاي. وفي ناس كمان زي حالتي كده، انا بعمل دفتر للعربية. انا مش بصلح في التوكيل، ولكن انا بعمل دفتر لاي عربية بركبها، بيكون فيها كل الصيانات بتاعتها وكل الحاجات اللي انا غيرتها بالتاريخ والميعاد والكيلومتر وكل حاجة، حتى بقطعة الغيار واسعارها وكله والمكان اللي غيرتها فيه. ده بيسهل عليا الصيانات بعد كده، وكمان اللي بياخد من بعدها العربية تبقى يعني الحمد لله بتبقى العربية مظبوطة مفيهاش مشكلة. وفي نفس الوقت بيعرف هو تاريخ العربية كله، بيقدر يصينها ويكمل على اللي انا عامله يعني، والعربية تفضل ماشية معاه كويسة لأطول فترة ممكنة. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل، ونتشارك الخبرات بيننا وبين بعض. وشكرا.